بتبدأ الحكاية بدارين اللي عندها 20 سنة، وهي قاعدة على السرير وعينها كلها دموع. وفي الوقت ده خرج سلطان ابن عمها من الحمام بصدره العالي وقال بضيق: في ايه يا دارين؟ هو احنا كل ما نتقابل ونقضي وقت حلو مع بعض تقلي بيها نكد كده؟ دارين بحزن: معلش نكدية انا بقى. وقامت وكانت لسه هتدخل الحمام، بس هو مسك ايديها وقال بنبرة هادية: يا عبيطة، انا جوزك، بلاش غباء بقى. نزلت دموعها وقالت: جوزي في السر بقابلك من ورا ابويا واخواتي، هو انت كمان بتعمل كده؟ ولا كان الاتنين بيسرقوا؟ طب وانا في ايدي ايه اعمله؟ على يدك اهو، بحاول اصلح الدنيا بين اخويا وابوك واخواتك، بس مش عارف. يبقى طلقني، احنا مش لبعض يا سلطان. مسكها من دراعها جامد وقال بحده: بتقولي ايه انتي؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ والله يا دارين لو سيره الطلاق جت على لسانك تاني هاخدك لبيتي وهقول للكل ان انت مراتي، واللي يحصل يحصل. بصيت لي بخوف وقالت: وانا بقول لك اهو، لو عملت كده وكسرت ابويا واخواتي وجوازي منك انت هتبقى خسرتني للابد. وسيبني بقى عشان ادخل اخد دش، مش طايقه نفسي. براحتك يا دارين. وساب ايديها وهي دخلت الحمام ورزعت الباب وراها، وهو راح قعد على طرف السرير ومسك سيجارته وبدأ ينفخ فيها وهو متعصب جدا، وافتكر اليوم اللي اتجوز فيه دارين. ونرجع في الإشباك. فتح سلطان باب الشقة بتاعته، وقبل ما تدخل دارين اللي كانت متوترة وخايفة جدا وهو شايلها بين ايديه وقال: اهو نعمل زي العرسان بجد يا احلى عروسة في الدنيا. دخل الشقة وقفل الباب، وهي قالت له بخوف: سلطان، نزلني لو سمحت. نزلها سلطان وقال: في ايه؟ ليه قلب وشك عليا كده من وقت ما كتبنا الكتاب؟ دارين بدموع: ما كنتش اتمنى نتجوز كده، كنت عايزه كاتب كتابي يبقى وكيلي في بابا، مش ابقى وكيلة نفسي وتحط ايدك في ايده قدام البلد كلها، واخواتي يبقوا راضيين عن الجوازه دي، مش متجوزه من وراهم وحطيت راسهم في الارض. سلطان مسك ايديها وقال: اوعي تقولي كده تاني يا دارين، انت قابله اي حاجه بنت عمي، ومهما كانت المشاكل اللي بيني انا واخويا واخواتك وابوكي انت عرضي وشرفي، واللي يمسك بكلمه تبقى الكلمه دي جت فيا قبليكي. خليكي واثقه فيا، وانا وغلاوتك عندي هصلح كل حاجه، وكل المشاكل اللي بينا وبين ابوك هتتحل. دارين بقلق: بس يعني. قطع كلامه وقال من غير بس: انت دلوقتي مراتي، يعني مهما كان اللي بينا فهو حلال ربنا، وما فيش بينا حاجه حرام ولا غلط. كفايه بقى نكد، احنا يا دوب اللي هنقعدهم هما يومين، فخليكي بقى حلوه معايا. ونرجع للحاضر. هو فاق من ذكرياته اول ما خرجت هي من الحمام، وكانت لابسه برنس قصير وبتنشف في شعرها، وقالت له: انا همشي. ليه؟ انا لسه جاي النهارده، اتفقنا هنقعد كام يوم سوا. معلش علشان لو حد كلمني هتقول لهم انك في السكن عادي، يعني زي كل مره. عندي محاضرات مهمه يا سلطان، ومحتاجه فعلا اقعد في السكن واذاكر. دارين، انت بتهربي مني مش كده؟ افهمها زي ما تفهمها، انا بس عايزه امشي. لا مش هتمشي، انا مش جاي المسافه دي كلها من سوهاج للقاهره علشان تقولي انك هتمشي. دارين بحده: انا ما قلتلكش تيجي ولا قلتلك تمشي، البيت بيتك اهو، اقعد فيه براحتك وانا كمان براحتي. وقف سلطان وقال بحده: لا يا دارين مش براحتك، قال كده وما فيش خروج من هنا غير لما اشبع منك، ده احنا بقالنا اكتر من شهر ما تقابلناش وانتي وحشاني قوي. دارين بدموع: هو بالعافيه، انا عايزه امشي. زعق فيها وقال: ايوه بالعافيه، اتنقلي خراسي بقى، ومش عايز رجلك تعتب باب الشقه، ورحمه ابويا يا دارين هكسرها لك، وما تعرفيش هعمل ايه تاني، فاتقي شر احسن لك. نزلت دموعها وسكتت، وهو قرب منها وبس راسها وقال: انا مش حابب اتعصب عليكي، بس انت بتستفزيني. قومي اعملي لنا حاجه ناكلها وبلاش نكد بقى، انا ببقى مبسوط واحنا مع بعض، فما تنكديش عليا يا دارين. وقال كلام وسابها. هو دخل الحمام وهي دموعها نزلت، وفضلت معاه فعلا الايام دي. وبعدين اخدها ووصلوا لحد السكن، وجت تنزل من العربيه بتاعته، فمسك ايدها وقال: لما اكلمك ترد عليا، فاهمه ولا لا؟ حاضر يا سلطان، سيبنا ننزل بقى قبل ما حد يشوفنا. هو جت تنزل، بس هو قرب منها، هو بس من خدها وقال بهدوء: آسف لو كنت زعلتك المرة دي، بس والله العظيم أنا بحبك وبعشقك وعمري ما هعمل حاجة تأذيكي. ما ردتش عليه، وسحبت إيدها من إيده ونزلت راحت السكن بتاعها. وكانت فريدة صاحبتها قاعدة مستنيها وقالت: يا هلا، ده أنا قلت هتقعد لحد ما ننزل أجازة. بقولك إيه يا فريدة، أنا مش ناقصة، أنا أصلا مش هاخد سكن تاني غير في الامتحانات. يا سلام، وحبيب القلب هتشوف إزاي. دارين بدموع: بلا حبيب قلبي بلا زفت بقى، أنا تعبت من العلاقة دي، أنا هقعد في بيتنا ومش هيطول شعرة مني واحدة تاني. ولو بيحبني بجد وعايزني يتصرف ويحل المشاكل اللي بين أبويا وإخواتي وهو وأخوه. طب لو ما حلهاش هتطلق،
هو عادي كده هيطلقك؟ وحتى لو طلقك انت هتعيشي ازاي وهتواجهي اهلك ازاي؟ عيطت دارين وقالت مش عارفة، والله بجد تعبت. هو عشمني ان كل حاجة هتتحل، ودلوقتي حاسة بيستغلني علشان مش هقدر اتصرف من غيره، وبيلمح ان هو يعلن جوازنا، ولو ده حصل انا هخسر اهلي، وانا مش عايزة ده يحصل ابدا. وقامت فريدة وحضنتها وقالت هتتحل كل حاجة، هتتحل إن شاء الله. وتاني يوم في الصعيد في بيت سلطان الشايب كان قاعد بيفطر هو وأمه وأخو الكبير إمام ومراته اللي قالت بخبز. بقولك يا سلطان، أنا ومرات عمي هنشوف لك عروسة، إنما إيه فلقة قمر. نعم، يعني عايزين إيه؟ هنكون عايزين إيه يا ولدي؟ عايزين نفرح بيك. مش وقته فعلا يا أمي، عروسة سلطان موجودة وفي الوقت المناسب هتعرفوها. لو بتتكلموا على دارين بنت صبحي يبقى لأ وألف لأ، دي بنت الراجل اللي أكل حقكم بعد ما أبوكوا راح، وما تدخلش بيتي ولا تبقى واحدة مننا أبدا. اتكلم إمام وقال طب لو وجودها معانا هيخلينا نكسر عين عم وولاده وكمان ناخد حقنا، يبقى ايه رأيك يا ست الكل؟ انتوا بتخططوا لإيه بالظبط؟ أنا مش فاهمة منكم حاجة. أنا وعدتك إن ولادك هيعرفوا يرجعوا حقهم، وانت مخلفة رجالة يا أم إمام، ومهما كانت الطريقة ورث أبويا هنعرف نرجعه من عمي وولاده وغصب عنهم. إيه ابتسمت عزيزة وعايدة قلب بغيظ بس من غير سلطان ما يتجوز بنتهم. خليكي في حالك يا عايدة، وبعدين أنا ما طلبتش منك ولا انت ولا أمي تدوروا لي على عروسة ولا زفت. وقال كلامه وكان قايم علشان يمشي، بس إمام وقف وقال تعال عايزك يا سلطان، هنروح الشغل سوا، هاتولنا قهوة على مكتبي يا ست الكل. هو دخل إمام هو سلطان المكتب بتاع أبوهم، وقعد إمام على المكتب وسلطان قدامه. في إيه؟ من لما رجعت من القاهرة وانت حالك مش عاجبني؟ البت دي عملت حاجة معاك؟ لا، أنا اللي عملت ولسه بعمل فيها. ذنبها إيه دارين تدفع تمن غلطة هي ملهاش ذنب فيها؟ وإيه كمان؟ كمل كلامك، أنا فاهم اللي انت بتتكلم فيه، بس كمل، أنا عايز أعرف انت بتفكر في إيه. يا إمام، إحنا عمي أيوة قفل في وشنا الباب وخد حقنا في ورث، بس ربنا فتح لنا ألف باب وبقينا مش محتاجين حاجة منهم، وراسنا بقت براسهم، فهنسيب حقنا ليه؟ علشان البيه اللي قرب من بنت عمه، علشان نكسره بيها وناخد حقنا منهم. عشقها سلطان بجمود. مش بإيدي، أيوة عشقتها يا أمام، ومش قادر أذيها أكتر من كده تاني. والحل إيه؟ إننا نسيب حقنا؟ فوق لنفسك وافتكر عمك صبحي اللي انت عشقت بنته ده عمل فينا إيه زمان. رمانا أنا وانت أمك في الشارع ومد ايده على امك قدام الناس كلها واخد حقنا في وقت ما احنا ما كناش لاقيين مكان نتدرى فيه من عيون الناس كلها، وكان عايش في الهنا والعز هو ومراته وعياله، واحنا فين؟ مرميين في الشارع. في الوقت ده دارين يا امام كانت في علم الغيب. انا ما بقولش نسيب حقنا، بس دارين نطلعها بره الموضوع ده خالص. ماشي، هتطلقها يعني؟ لا، انا ما اقدرش اسيبها. انا بقول اروح اقول لعمك الحقيقه واني بحبها وهي كمان بتحبني، وهو هيخاف من الفضيحه ويعلن جوازي منها. ضحك إمام وقال لو عمك عداها ولاده الاتنين مش هيعدوها. فوق لنفسك يا سلطان، دول شياطين. انت عاشقها وعايزها يبقى تسمع كلامي. قول الأول، انت عملت ايه في اللي اتفقنا عليه؟ خليتها تبطل تاخد حبوب منع الحمل ومن غير ما تكدب عليا؟ سلطان بحزن ايوه، بدلت لها البرشام وقريب قوي متأكد انها تبقى حامل بإذن الله يعني. وقام إمام وطبطب عليه وقال والله هخليك تعلن جوازك منها قدام البلد كلها وتيجي تعيش معاك هنا، بس بالعقل علشان الكلاب ولاد عمك محدش منهم يأذيك، وفي نفس الوقت نستغل جوازك لمصلحتنا وناخد حقنا منهم، ووقتها هنبقى احنا أغنى ناس في البلد كلها والكبار بتوعها زي ما أبوك الله يرحمه ما كان. اللي في الخير يقدمه ربنا. وعدى كام يوم ورجعت دارين لبيت أهلها، وكانت قاعدة في الجنينة بتذاكر وموبايلها رن برقم سلطان، فقفل التليفون كله بسرعة واتملت عينها دموع. وفي الوقت ده ظهر قدامها حسن أخوها الكبير وقال مالك يا دارين قاعدة حزينة كده ليه؟ حد زعلك في حاجة؟ قولي لي وأنا هخفي ليكي من على وش الدنيا. مفيش حاجة يا حسن، بس ضغط مذاكرة. قعد حسن جنبها ومسك ايديها وقال كبري دماغك من التعليم ومن كل ده، هتعملي ايه بالشهادة في الآخر؟ هتشتغلي مثلا؟ اطمني، انت مش هتشتغلي ولا هتتحركي من البيت وهتقعدي هانم. يا حسن مش شرط اتعلم واخد الشهادة علشان اشتغل، العلم نور، الا ما كنتش انت واخواتك اتعلموا. هو كمال فين صح؟ في المصنع، عنده شغل كتير النهارده وهيتأخر. عايزة منه حاجة؟ ايوه، كنت موصياه على نوع الشوكولاتة اللي بحبها.
طلع حسن الشوكولاتة من جيبه وقال: اتفضلي يا ست البنات، قال لي اجيبها لك علشان هو هيتأخر. ابتسمت دارين بسعادة. ربنا يخليكم ليا، يا احلى اخوات في الدنيا. وفضلت قاعدة بتتكلم معاه، وبعدين طلعت اوضتها وفتحت الموبايل. ومجرد ما فتحته لقيت سلطان بيرن، فردت عليه وقالت: نعم. ايه الطريقة دي؟ ما انت عمال ترن وانا ما كنتش عارفة ارد عليك. الاول كنت بترد عليا في اي وقت. ايه اللي حصل؟ وبعدين معاك يا دارين، ليه مصممة تخرب الدنيا اللي بينا؟ انا برضو اللي بخرب يا سلطان. هو انا اللي بديك وعد كدابة وما بعملش بيها؟ غصب عني يا دارين، بس قريب كل حاجة هتتحل. المهم وحشاني، هترجعي امتى الجامعة؟ انا مش هروح تاني غير على الامتحانات. مفيش حاجة مهمة اروح علشانها. لا في. انا وحشتيني. تعالي نقعد يومين تلاتة مع بعض وارجعي تاني. لا يا سلطان، احنا مش هنتقابل تاني غير لما تعلن جوازنا ويبقى قدام الناس كلها. وقتها هعمل لك كل اللي انت عاوزه، انما بالوضع ده تاني لا. انا زهقت وتعبت. دارينا عقلي وجهزي بكره وتعالي الشقه بتاعتنا. زعقت فيه وقالت: مش رايحه في حته، ومش هطلع من البيت غير على ايام امتحاناتي، ومش هبقى فاضيالك. مع السلامه يا ابن عمي. وقالت كلامها وقفلت في وشه وعملت له الرقم بتاعه بلوك. وعدت الايام وهما الاتنين مش بيتقابلوا خالص. هو في يوم كانت طالعه من الجامعه هي وفريده صاحبتها اللي قالت لها: بنت يا دارين، مش ده جوزك؟ بصت دارين قدامها وشافته واقف قدام الجامعة بتاعتها بعربيته، وهو لابس بنطلون أبيض وعليه جاكيت أسود شتوي ونضارة سودا، وشكله كان وسيم جدا ولفت نظر الكل ليه. يخرب بيت حلاوته، بقى ده عايزة تسيبيه؟ بصت لها دارين بغز وقالت: ما بلاش انت يا فريدة، ما تبصيش لي كده وامشي واعملي نفسك مش واخدة بالك. فريدة ضحكت وقالت: يا قلبك يا مفترية. ومشي هما الاتنين ناحية السكن بتاعهم، وهو ماشي جنبهم بعربيته ووقف قدامهم وبصلها بجمود من الشباك العربية وقال: اركبي يا دارين. بلاش فضايح يا سلطان وامشي دلوقتي. لا، هي الفضايح هتحصل لو ما سمعتش الكلام. فريدة بقلق: خلاص يا دارين، انا هسبقك على السكن واسمعي كلامه بلاش مشاكل. وقالت فريدة كلامها ومشيت، وهي راحت ركبت العربية جنبيه وقالت بنبرة غاضبة: افندم، عايز ايه؟ ابتسم بخبث وقال: كل خير، بس وحشتيني. وعملت ايه بقى لما وحشتك؟ جيت تعمل الحركات بتاعتك دي؟ بس خلاص انا زهقت من الطريقة دي وما بقتش اتثبت بالطريقة بتاعتك دي. ممكن تهدي؟ طب والله قريب قوي كل حاجة هتتحل. هنتعب شوية بس في الآخر هنبقى مع بعض. هتحصل مشاكل بين أهلك وأهلي مش كده؟ صعب، بس المهم إن احنا نبقى مع بعض. دارين بدموع: ومادام هو صعب ما قلتش ليه من البداية الكلام ده؟ هحاول والله هحاول. بصي، قريب قوي في مشروع كبير هيتعمل في البلد. المشروع ده هتعمله شركة أجنبية كبيرة معايا أنا وأخويا وأبوكي وأخواتك. وأنا هستغل النقطة دي وأحاول أصلح أبوك على أخويا، وهقنع إمام إن هو ينسى موضوع الورث ده خالص. بصيت له ببعض الأمل وقالت: هو إمام هينسى فعلا موضوع الورث ده؟ اتنهد سلطان بضيق وقال: قلت لك هحاول يا دارين، هعمل المستحيل علشان ما تبقيش زعلانة. هو مسك إيديها وبسها وقال: والله العظيم أنا بحبك وعايزك معايا بأي طريقة، وفكرة إن انت زعلانة مني دي بتتعبني قوي. نزلت دموعها وقالت بحزن: أنا خايفة يا سلطان، وندمت والله إني سمعت كلامك واستعجلنا في موضوع الجواز ده. إحنا المفروض كنا صلحنا العك ده كله والمشاكل اللي بينهم الأول وبعدين نتجوز. أهو أنا عكسك بقى، ده أحلى حاجة حصلت في حياتي إني اتجوزت، وأحلى أيام في حياتي هي الأيام اللي بنكون فيها مع بعض وبنبقى تحت سقف واحد ومقفول علينا باب واحد. يا ست البنات كلهم. حضنته بهدوء وقالت: وأنا كمان بحبك، بس غصب عني أنا كمان بخاف. ضمها ليه وهو بيتنهد بحزن وقال: كل حاجة هتتحل يا دارين، هما بيغلطوا وبيعاندوا في بعض وانا وانت اللي بندفع التمن وبس. هو بعد عنها شوية وقال: فاضية نروح بيتنا يا حبيبتي شوية ولا لا؟ لا لا لا، مش فاضية طبعا، احنا ايام الامتحانات، هو اكيد لو رحت معاك مش هيبقى في وقت علشان اذاكر فيه. خلاص تمام، بس شيل البلوك ده ورد عليا في اي وقت اكلمك فيه، واياكي تبعدي عني تاني. وبعد ما تخلصي امتحاناتك عايز نقضي كام يوم مع بعض. اكيد محدش في البيت عندك عارف مواعيد الامتحانات، وحتى لو عارفين هضطر اكدب واقول لهم اني مقضيه اليومين دول الم حاجاتي وودع صحابي وكده. بس بعد ما ارجع البلد هنتقابل ازاي؟ سيبيها عليا، انا هتصرف. وممكن خلال الفتره دي كمان نعلن جوازنا وتبقي معايا على طول وفي كل وقت. ابتسمت بهدوء وقالت: ان شاء الله هنزل انا بقى. لا استني، اوصلك لحد باب السكن. ووصلها فعلا، واتصالحوا ورجعت علاقتهم زي الاول.
وبعد ما دارين أخدت الأجازة، وفي يوم كانت قاعدة في أوضتها وهي ماسكة بطنها بقلم ووشها شاحب جدا، وبتتكلم في الفون مع سلطان وبتقوله: أنا خايفة يكون سبب تعبي ده حمل يا سلطان. ابتسم سلطان وقال: لا لا لا، أكيد مش حمل، أنت مش كنت بتاخدي الحبوب في وقتها؟ أيوة طبعا. بقول لك إيه، اقفل، أنا سامعة صوت ماما بره ومعها الدكتورة. سلطان بقى: تمام، وابقي طمنين عليكي وما تزعليش مني يا دارين. أزعل منك ليه؟ هو أنت اللي تعبتني؟ يلا سلام. وقالت كلامها وقفلت معاه بسرعة. ودخلت مامتها ومعها الدكتورة. أبوك وأخواتك جابوا لك الدكتورة لحد عندك أهو، طمنين عليها يا دكتورة، دي بقالها يومين تلاتة على الحال ده. الجو برد اليومين دول وتلاقيها أخدت دور برد جامد، وبرضه هكشف عليها واطمن. نامي على ظهرك يا دارين يلا. سمعت دارين كلامها، وبعد ما كشفت عليها الدكتورة بصت لها بقلق وقالت: انت حامل يا دارين؟ دارين بصدمة: لا لا لا، مستحيل، انت بتقولي ايه؟ بتخرفي بتقولي ايه يا اختي؟ انت بنت لسه انسه، يعني ايه حامل؟ والله اسأليها يا حاجة فاطمة، دي حامل وفي اكتر من شهر كمان، وهي اكيد هتفهم كلامي اكتر. غمضت دارين عيونها بخوف وعدم استيعاب، وفاطمة زعقت فيها وقالت لها: انت يا بت ساكتة ليه؟ وكلام ايه اللي هي بتقوله ده؟ اتكورت دارين على نفسها بخوف وهي بتعيط، ولطمت فاطمة على وشها وقالت: يا نهارك مش فايت يا ناقصة يا ليلة التربية، حامل ازاي ومن مين؟ بالعقل يا حاجة، افهموا منها من غير شوشرة، وانا همشي وكأني معرفش حاجة، اطمني. والدكتورة قالت كلامها ومشيت، وخرجت مع فاطمة. ودارين فضلت تعيط ومسكت موبايلها وكلمت سلطان، اللي أول ما رد عليها قالت له ببكاء وخوف: سلطان، في مصيبة، الدكتورة قالت قدام أمي إن أنا حامل. سلطان بهدوء: عارف يا دارين، اهدي وأنا جاية حالا. عارف ازاي يعني؟ سلطان انت ازاي عارف؟ انا هتجنن، والله كنت باخد بالي وماشي على الحبوب. انا بدلتلك الحبوب يا دارين، انا كنت قاصد تحملي مني. زعقت فيه وقالت: انت اتجننت، انت ازاي تعمل كده فيا؟ انا ابويا واخواتي هيحطوني في قبر الليله. محدش هيقدر يعملك حاجه، هقول لهم ان انت مراتي وانا مسافه السكه وهكون عندكم. وفي الوقت ده دخل كمال اخوها وحسن اللي قرب منها، ومسك الفون وقال: مين ده اللي مسجلاه باسم واحدة وبتكلميه؟ بصت له دارين بخوف، وحسن نزل بإيده على وشها وقال بعصبية: انطقي يا بت انتي، مين اللي خليتيه يضيع شرفك وشرفنا؟ كمال بحدة: دي آخرة ثقتنا فيك يا دارين، بس والله لا تتربي من أول وجديد. انطقي يا بت انتي، مين اللي عمل فيكي كده؟ وقال كمال كلامه وهو بيمسكها من شعرها وهي بتصرخ بألم. وفي الوقت ده دخل صبح أبوهم وقال: صبح بحدة: نزل ايدك عن اختك يا واد انت، واياكم حد فيكم يمد ايده عليها. سابها كمال، وفاطمه راحت وقفت قدامه وقالت: اوعى تعمل حاجه، دي بنت عبيطه تلاقي حد ضحك عليها. صبحي بالله عليك، بنتك غلبانه وما تعرفش السما من العمى. حسن بحده: غلبانه؟ تحط راسنا في الارض وتحمل من واحد وتخون ثقتنا فيها وتبقى غلبانه؟ اطلع بره انت واخوك يا حسن، دي بنتي، وطول ما انا عايش يبقى ما حدش هيربيها غيري، وانا هعرف احاسبها كويس على اللي عملته، علشان الموضوع يتحل بالعقل ومن غير فضايح. افضلوا انتوا بس دلعوا فيها، هتعمل ايه اكتر من اللي عملته الفجرة دي؟ كمال اخرس خالص وغور بره انت وهو يلا. طلع حسن هو كمال وهما متعصبين جدا، هو بص صبحي بحزن لدارين اللي كانت بتعيط وبتنتفض بخوف وقال: مين ابو اللي في بطنك يا هانم؟ دارين ببكاء: انا غلطت ايوه، بس ما عملتش حاجه حرام، ابو اللي في بطني ده جوزي على سنه الله ورسوله. يا حزني، اتجوزت من ورانا يا دارين. انا ماسك اعصابي بالعافيه، انطقي، هو مين ده؟ من البلد ولا بره؟ ولا عيل من اللي معاكي في الجامعه ضحك عليكي بكلمتين؟ انطقي. مسكت شنطتها وفتحتها وطلعت قسيمه جوازها هي وسلطان ومدتها لابوها. واول ما شاف صبحي اسم سلطان ابن اخوه بص لها بصدمه وقال: سلطان ولد اخويا؟ سلطان يا دارين. دارين ببكاء: والله هو قال لي هيصلح كل المشاكل اللي بينا وبينهم وهيتجوزني قدام الناس كلها ومحدش هيعرف حاجه. عرفوا ينتقموا مني، شرهم طال بنتي يا فاطمه. فاطمه ببكاء: ولد اخوك ضحك عليها، ابعت هاته غصب عنه يصلح اللي عمله ده ويتجوزها تاني قدام الناس كلها. وفي الوقت ده خبط كمان على الباب ودخل وقال: يا حاج، إمام وسلطان ولاد عمي تحت عايزينك. بص صبح لدارين اللي كانت مرعوبة منهم وقال: سلطان عارف إنك حامل منه؟ كمال بصدمة: نعم، حامل من مين؟ زي ما سمعت، وتخرس خالص، انت فاهم ولا لا؟
وانتي انطقي، عارف انك حامل منه؟ دارين بدموع. ايوه، انا قلت له، وهو لما عرف قال لي هيجي يكلمك. ام حسن، خدي منها التليفون ده وانتي تعالي معايا تحت يلا. هو اخدها صبحي ونزلوا تحت في السرايا، وكان قاعد امام وحاطط رجل على رجل، وجنبه سلطان اللي باين عليه القلق والخوف عليها. هو اول ما شافها نازله مع صبحي بص لها بلهفه، وصبحي قال: حسن، انت واخوك خليكم مع امام هنا، وانت يا سلطان بيه تعال علشان نتكلم كويس في المكتب انت ومراتك. مرات مين؟ انت بتقول ايه يا حاج؟ اتكلم امام وقال: هو انت ما تعرفش ان اختكم تبقى مرات اخويا على سنة الله ورسوله وشايله ولد في بطنها؟ حسن قرب بسرعة من سلطان ولكمه في وشه وقلب غضب: انت يا واطي، انت اللي عملت فيها كده. وقام امام ومسك حسن، وصبحي زعق فيهم وقلب حده: حسن اتلم انت وهو، ومش عايز اسمع صوت حد فيكم، انا هحل الموضوع. مش على اخر الزمن هسمح لحد يلعب بشرفي وعرضي. كمال، خد اخوك وقعدوا في الجنينه. وانت يا امام، الموضوع يخص اخوك، جاي ليه؟ جاي اشمت فيك يا عمي. بص الدريم بحزن لسلطان اللي قال: امام، امشي وانا هنفذ اللي اتفقنا عليه. تمام يا اخويا يا حبيبي، يلا هتعرف ترجع حقنا وحق ابونا كويس. وقال امام كلامه ومشي، وسلطان دخل المكتب مع صبحي ودارين، وكان بيمسح مناخيره اللي بتنزل بسبب اللكمه اللي لكمها لي كمال. وقال صبحي بجمود: وما دام انت عايز تتجوز بنتي يا سلطان، ما جيتش ليه وطلبتها مني؟ ليه تعمل زي الحراميه وتتجوزها من ورايا؟ من الاخر كده يا حاج صبحي، بنتك مراتي وحامل مني، والباقي عندك انت. بصيت له دارين بقلق، وصبحي قال: عندنا ازاي يعني؟ انت هتصلح غلطتك الخميس الجاي وتكتب عليها وكده وخلاص قدام الناس وتبقى دخلتكم. ابتسم سلطان بسخرية وقال: لا طبعا. بصيت له دارين بصدمة وقالت: ايه اللي بتقوله ده يا سلطان انت؟ صبحي بحدة: اخراسي يا بت انتي، انا جايبك هنا علشان اوريك حقيقته كويس. كمل كلامك يا ولد اخويا، سامعك. سلطان بص بعيد عن دارين، هو اخد نفس عميق وقال: انا مش هتجوز بنتك ولا هلم الموضوع غير لما ترجع لي ورث انا واخويا وحق ابويا يا عمي. اتصدم الدارين من اللي هو قاله، وصبحي قال: عشم ابليس في الجنه، انت هتطلقها دلوقتي، واللي في بطنها ده انا هخليها تنزله، وهعرف اربي بنتي كويس ولا كأن حاجه حصلت. سلطان بنبره غاضبه: مش هيحصل، انا مش هطلقها، انا كل ده مرتب ليه، ولو فكرت تجبرني اطلقها البلد كلها تبقى عارفه ان اتجوزت بنتك في السر وكمان حامل مني. استقبل بقى الفضيحه. انما انا بقول لك اهو، نلم الدور وتدينا حقنا بالفوائد بتاعته كمان، وانا تحت امرك في اللي انت تطلبه بعد كده. بص صبحي بحزن وكسر البنت وقال: شفتي عملتي في ابوكي ايه يا دارين؟ وطيتي راسي يا بنتي، وانا عمري ما تمنيت انك تعملي كده. موافق يا سلطان، اول ما تستر على الهانم وتعمل لها فرح يليق ببنت صبحي الشايب، وقتها بس هديك حقك انت واخوك. وقف سلطان وقال: حقي يرجع لي الاول، وهنجيب محامي يقدر لنا نصيبنا بما يرضي الله، وبعدها بأسر على بنتك زي ما بتقول. بصيت له دارين بحزن ودموعها نزلت، وهو كان بيهرب من نظرتها، وهو خايف يضعف قدامها، وفي نفس الوقت كان عايز يرجع حق ابوه واهله. بكره الصبح الساعه 11 تبقى عندي في المصنع انت واخوك، واللي عايزينه هعمله ليكم. يبقى اتفقنا. وحاجه كمان، مراتي وابني امان عندك يا عمي، وللحق انا اللي غلطت مش بنتك، انا اللي استغلتها واستغلت بيتها وحبها ليا. انت مش هتحب بنتي ولا هتخاف عليها قد يا سلطان، اطلع بره. ماشي سلطان. هو صبحي وقف قدام دارين ودموعه نزلت وقلب حزن. زمان عمك سافر واتعلم واتجوز اللي حبها واللي اختارها وكان مرتاح، وكنت انا طالع عيني في الارض مع جدك، وعمك جه في يوم واخد فلوس كتير من جدك علشان يعمل مشروع في القاهرة. وقتها جدك خد من تعبي وشقاية واداه، وعمك سافر وعمل المشروع والمشروع فشل. وبعدها جه عمك يشتغل يوم ويقعد الباقي باش على مكتبه. ما هو اللي متعلم وانا الجاهل اللي ببقى في الارض وسط الفلاحين اشقى واشرب المر، وياخد ويضيع الفلوس على كيفه، وانا وعيالي وبيتي لنا التعب والشغل. بس لحد ما راح لقيت اللي سابه اقل بكتير من حقي، وعياله كانوا طالبين نصه كمان. كنت اعمل ايه؟ اضيع تعبي وشقاية وادي ليهم واكمل حياتي شقيان وفقير، ولا اخد حقي واعيش متهني؟ انا ما غلطتش، انا اتظلمت من ابويا واخويا وما خدتش حق حد، انا اخدت حقي وبس. ودلوقتي اتظلمت من بنتي اللي راحت وسلمت عيال اخويا رقبتي وقالت لهم اهي رقبة ابويا اهي، دوسوا عليها وعلى كرامته. عيطت دارين وقالت: بابا انا اسفة.
لا ما خلاص، ملهاش لازمة دموعك دي. الموضوع انتهى يا دارين. أول ما ياخدك ولده وتمشي من هنا، انسي خالص إن ليكي أب وأم وأخوات، ومهما عملوا فيكي إياك توريني وشك تاني. مش صدقتيه وخنت ثقتي فيكي، يبقى تنسي أهلك خالص يا دارين، وغوري يلا من وشي، وإياك أشوف وشك خالص لحد ما تغوري من البيت خالص. ومشيت دارين وطلعت أوضتها وهي بتعيط. وفي بيت سلطان كان قاعد مع أمه وأخوه ومرات أخوه، وهما بيضحكوا مبسوطين ما عدا هو اللي كان مشغول بدارين واللي ممكن يعملوا فيها، وزعلها منه. زمان لما رحت طلبت حق منه مد ايده عليا ورماني برا بيته، ودلوقتي غصب عنه هيديني حقي وحقكم، وبنته كمان هتبقى في بيتي وتحت رحمتي. بص سلطان لأمه بحزن وقال: بنته دي تبقى مراتي يا أمي وأم ابني، ومش تحت رحمة حد. من أولها كده واخد صفها ضدنا يا سلطان. قام سلطان وقال: أنا مش عملت لكم اللي انتوا عايزينه، محدش ليه دخل بيا وبحياتي تاني، فاهمين؟ وقال كلامه وسابهم وطلع أوضته وقعد على السرير وحط راسه بين ايديه، واتملت عينه دموع، وحس بندم كبير أول ما افتكر دموعها وصدمتها فيه، وبص لدبلتها اللي كانت في ايده وقال: حقك عليا يا دارين، والله هعوضك عن كل اللي حصل ده، بس أنا ما كانش في ايدي أي حاجة تاني أعملها. وتاني يوم كان قاعد هو وإمام قدام صبحي وحسن وكمال ومعاهم المحامي اللي قال: دي كده اللي اسمها حسب الشرع والقانون. مسك إمام الورق وقال: تمام، تتنقل باسمي دلوقتي. بص له صبحي بجمود وقال: باسم سلطان، انا واخويا واحد ما فرقتش يا عمي. كنت بقول زيك زمان، فبلاش تغلط غلطة عمك علشان بعد كده يبقى حقك باين. انا هكتب ورث ابوك باسمك، وانت قسمه مع اخوك براحتك بعد كده، وشوف برضو ورثك مع اخوك على مهلك. اصل زمان كنت فاكر زيك اخويا عمره ما هيفتري عليا، بس ابوكم زمان خد حقي وكان بيذلني بتعليمه اللي تعلمه بفلوسي وتعبه شقاية مع جدكم، ولما جيت اخد حقي انتوا ما هنش عليكم تسيبوا ليا. حس سلطان بالصدق في كلام عمه، وامام قال: كفايه كدب بقى، ما كله كان قدامنا، انت سرقتنا. اللي كان بياخد ابويا لما كان ماسك الشغل كان من حقه. اتكلم كويس يا واد انت. خلاص يا حسن، انا قلت لجوز بنتي النصيحه اللي كان لازم يسمعها، وهو لو فكر كويس هيفهم معنى كلامي. المهم بعد بكره هتكتب على بنت عمك قدام الناس كلها من تاني، وتاخدها معاك على بيتك. هتعرف تحميها يا سلطان؟ ابتسم إمام بسخرية وقال: ما تقلقش يا عمي، هنعرف نربيها التربية اللي انت معرفتش تربيها ليها. اتعصب حسن هو كمان، وقبل ما حد فيهم يرد زعق سلطان في أخوه قال: دارين متربية أحسن تربية يا إمام، قلتها لعمي بقولها لك تاني، أنا اللي استغلتها وضحكت عليها، والذنب كله عندي، هي ملهاش أي ذنب. بص له من بغيظ، وسلطان قال: وزي ما نفذت طلبي يا عمي، انا كمان هنفذ طلبك اللي انت طلبته، واكبر فرح هيتعمل لدارين في البلد كلها، وهتبقى في امان معايا. اتنهد صبحي بارتياح اول ما سمع كلام سلطان اللي كله صدق، وشاف بعينه حبه لدارين ودفاعه عنها قدامهم خلاه يطمن عليها. وفعلا عدت الايام واعلن سلطان جوازه منها واخدها لبيته، وكانت طول الطريق وهي جنبه في العربيه ساكته وبصه من الشباك وعيونها كلها دموع، فقرب منها وقال بهدوء: زي القمر وانت بالفستان الفرح. ردت عليه بجمود وقالت: ابعد عني. كان إمام وأمه قاعدين في العربية من قدام، وأمه قالت بسخرية: ما تبعد عنها يا عريس، وهانت وهتوصلوا البيت وعملوا اللي انت عاوزينه. سلطان بضيق: خليك في حالك يا إمام وملكش دعوة. واتكلمت عزيزة وهي بتشخط فيه: ليه الهانم هتعمل فيها مكسوفة دلوقتي ولا ايه؟ ولا مش عاجبها انها بقت في الحلال وقدام الناس كلها، وعاجبها الجواز في السر؟ نزلت دموع دارين، وسلطان قلب حدة: أمي ما تتكلميش معاها كده لو سمحتي، وبعدين اللي بيني وبين مراتي ما يخصش حد غير أنا وهي. عزيزة بغيظ: من أولها بتاخد صفها ولا إيه؟ ما دام معايا الحق يبقى أيوة هاخد صفها ونص كمان. سكتت عزيزة وهي متعصبة. وبعد شوية وصلوا البيت، وأول ما دخلوا مسك سلطان إيديها اللي كانت بتنتفض بخوف وقال: من النهاردة بقى بيتك كمان زينا. هي مين دي اللي زينا يا سلطان؟ هو انت هتشبه الغاليين بالرخاص يا سيلفي؟ إمام خلي مراتك تحترم نفسها علشان ما غلطش فيها أنا كمان. عايدة ما اسمعش صوتك تاني، وبعدين مهما كانت دارين برضو بنت عمي، ولما تغلطي فيها كأنك بتغلطي فيا أنا كمان. حاضر يا إمام، خد مراتك يا سلطان واطلع أوضتك، احنا مجهزين لك كل حاجة، وربنا يسعدك ويهديها عليك. بصت لهم دارين بضيق وقالت له: سلطان
أنا تعبت من الوقفة، ممكن تطلعني مخروبة اللي هقعد فيها. اتعصبوا كلهم من كلامها ما عدا سلطان اللي ابتسم وقال: تعبت من الوقفة؟ لا ألف سلام عليك يا ست البنات. وبدون مقدمات شالها بين ايدي وقال: أنا بنفسي هطلعك لأوضتنا. وشها قلب أحمر بخجل، وعزيزة قالت: يا واد عيب كده، احنا واقفين وبعدين هتشيلها على قلبك لحد فوق، هي اتشلت يعني ولا ايه؟ بعد الشر عليها، وبعدين هي عمرها ما كانت تقيلة على قلبي، تصبحوا على خير. وقال كلامه واخدها وطلعوا اوضتهم. واول ما نزلها وراح يقفل الباب بصت له هي بغضب وقالت: عملت اللي في دماغك يا سلطان؟ عملت الصح، اخدت حقي واعلنا جوازنا قدام الناس كلها. بعد ايه؟ بعد ما كسرت عين ابويا قدامك. كنت بتستغلني ورسمت عليا دور الحب، وانا البت الهبله العبيطه اللي صدقتك. كنت بتخطط مع اهلك على كل حاجه علشان تكسر ابويا واخواتي، مش كده يا سلطان؟ سلطان بجديه: جايز الاول كان، بس والله حبيتك. ضحكت عليك وكدبت، بس والله مشاعري كانت حقيقيه معاكي. دارين بدموع: انت كداب وخلاص، انا كرهتك. كل الحب اللي كان ليا جواك اتحول لكره بعد كل اللي عملته ده. ارجوك يا دارين بلاش تقولي كده، انت عارفه انا بحبك قد ايه، وكل حاجه كانت بينا كانت حقيقيه. لا، كانت كذب. انا حبيت سلطان ابن عمي اللي كان مفهمني ان هو بيعشقني وان عمره ما يخليني زعلانه. بس اللي قدامي دلوقتي واحد تاني استغلني واستغل حبي ليه علشان مصلحته هو واهله. وقالت كلامها ودموعها نزلت، فقرب منها وقال: انا اسف، خلينا نبدأ من جديد. بص لمصلحتنا احنا الاتنين، اهو بقينا متجوزين قدام الناس كلها، وفي اقرب وقت هيبقى عندنا طفل. انا مش انانية زيك علشان ابقى سعيدة بعد ما ابويا واخواتي اتنازلوا بسببك. ابويا اللي اتنازل عن فلوسه وارضه وتعبه وشقى ليك علشان ما تفضحنيش. قول لي صح، هو لو كان ابويا ما كانش عمل كده انت كنت هتفضحني يا سلطان، مش كده؟ والله ما كنت هعمل كده، انا كنت بهدد ابوكي وبس. وبعدين ده حقنا يا دارين، مش حقكم. روح اسأل المحامي او امك، هما كانوا شاهدين ان ابوك وهو عايش اخد حقه وزيادة، واللي كان باقي ده كان ورث ابويا وحقه، وانتوا جيتوا دلوقتي واخدتوه منه برضه. انا عمري ما هسامحك يا سلطان، عمري ما هسامحك. وقالت كلامها وطلعت بيجامه من الدولاب ودخلت الحمام علشان تغير هدومها، وهو راح وقف في البلكونه بيفكر في كلامها. وبعد شويه خرجت وراحت نامت على الكنبه. فاتنهد بضيق وقرب منها وقال: انت بتعملي ايه؟ هنام والسرير مش مالي عينك؟ اه شايفاه، بس كان زمان، انما دلوقتي اللي بينا انتهى، ومش هسمح لك تقرب لي تاني، وفي اقرب وقت طلقني وهروح ابوس رجل ابويا علشان يسامحني واربي ابني هناك عند اهلي، مش وسطكم هنا. اتنهد بنفس صبر وقال: قومي يا دارين نام على السرير. قلت لك لا. قرب منها وقلبه غيظ: صوتك ما يعلاش عليا يا بت انتي، قومي نام على السرير، انا هتخمد هنا. يلا وما تكتريش معايا في الكلام علشان انا على اخري. خافت من نبرة صوته وقامت قعدت على السرير، وقبل ما تنام بصت له بقى وقالت: عارف لو صحيت ولقيتك نايم جنبي انا هصوت والم عليك البلد كلها، انت فاهم ولا لا؟ ابتسم بقلة حيلة وقال: نامي يا دارين، الله يهديك عليا نامي. ما ردتش عليه ونامت، وكل واحد فيهم قلبه مليان حزن من التاني. والصبح اول ما صحيت ما لقيتهوش في الاوضه، ومسكت موبايلها وكلمته، واول ما رد عليها قالت له بحده: انت فين يا سلطان؟ في مشوار، نص ساعه كده وهاجي. انت بجد ناوي تجيب اجلي سايبني لوحدي مع اهلك؟ هما هياكلوك يعني، وبعدين لو خايفه قوي ما تخرجيش من اوضتك لحد ما اجي. انا مش خايفه من حد على فكره، وهنزل براحتي، واللي هيقول لي كلمه هردها له 10. متاكده؟ ايوه طبعا. سلطان بخبث: بحبك طيب، ردها لي 10 بقى. ابتسمت بخجل غصب عنها وقفلت في وشه، وهو ضحك بهدوء وكمل طريقه. وبعد شويه وصل البيت واخد امه المكتب وقعد معاها يا وامام. خير يا سلطان؟ وبعدين سبت مراتك وطلعت من النجمه كده ليه؟ خير يا ابني؟ انا كنت عند المحامي يا امي، الاستاذ بدير المحامي بتاع ابويا القديم، وحاليا ماسك شغل عمي صبحي. اتوترت عزيزه، وامام قال بقلق: وانت رحت له ليه يا امام؟ علشان اعرف الحقيقه، علشان اتاكد ابويا ليه ورث ولا لا. ليه؟ هو انت هتصدق كلام الراجل ده من يوم وهو منحاز لعمك؟ لا لا يا امي، بس هو وراني كل الورق اللي يثبت ان ابويا كان بيسحب فلوس لصالحه، هو كمان كان بيدخل مشاريع وبتفشل، وانه اخد حقه وباع ارضه واخد فلوسها ليه لوحده، واخد اكتر من حقه كمان. وين اللي كان فاضل؟ هو ورث عم صبحي وبس، وقال لي كمان من ورثه. ايمين بصدمه: الكلام ده حقيقي يا امي؟ لا اكيد مش حقيقي، عمكم كان حقكم، الورق اللي انت شفته ده عند المحامي يا سلطان اكيد مزور. لا مش مزور،
انا اتاكدت من كل حاجه بنفسي، واقولك على حاجه كمان. اليوم اللي رحت فيه لعمي علشان تطلبي حقنا، وقتها انت افتريتي عليه وخبطت دماغك في الحيطه على اساس ان هو اللي مد ايده عليكي. سكتت عزيزه وامام قلب صدمه. علشان كده يا امي انت كنت بترفضي ان احنا نعمل بلاغ ونطلب حقنا بالقانون. كنت بتقنعينا ان عمي مسنود وان احنا هنخسر القضيه، وعلشان ناخد حقنا كان لازم نسرقه او نكسر عمي وناخده غصب عنه. يبقى ده مش حق يا امي، احنا كده بناخد حاجه مش من حقنا. هو انا مالي؟ ابوكم ضيع ورثه وسابكم ليا، كنت اعمل ايه؟ طلبت اخد منه نص الاملاك اللي كانت فاضله بس هو رفض. غلط ومليون غلط. اللي انت عملتيه ده عداوه وكره بينا وبين عمي، مع اننا كنا محتاجين ليه بعد ابويا الله يرحمه. اهو اللي حصل بقى، وتحمدوا ربنا ان الفلوس بقت معاكم دلوقتي ومش ناقصكم حاجه. لا لا لا، هي مش من حقنا، وانا هرجعها لصاحبها يا زي ما عملت يا اخويا. يا نهار اسود، يعني ايه رجعت الصبح املاكه؟ ايوه يا امي، مش فلوسنا ومش من حقنا. كفايه بقى، انا عايزه اعيش مرتاح. عزيزه بحده، غرفه داهيه، تلاقيها هي اللي خلتك تعمل كده. ما انت طول عمرك دلدل بنت صبحي وفاطمه. امشي من هنا يا سلطان، انا مش عايزاك تقعد في البيت، غرفه مصيبه. يا ام اهدي، امشي انت يا سلطان دلوقتي من قدامنا. انا ماشي فعلا وسايبها لكم خالص يا امام، وهاخد مراتي وهعيش في القاهره. وقال كلامه وطلع قط، واول ما دخل قال لها يلا يا دارين قومي لم حاجاتك، هنمشي من هنا. هنمشي نروح فين؟ هنسافر القاهره وهنعيش هناك. ليه يعني؟ قرب من يا سلطان وقال انا رجعت لابوكي ارضه وفلوسه كلها. اتفاجئت دارين وقالت انت بتتكلم بجد؟ ايوه، بس رجعتهم بعد ما اتاكدت من كلامك وان ده من حقه. ودلوقتي هاخدك ونبعد عنهم وعن مشاكلهم خالص. سلطان، انا عايزه ارجع بيت اهلي. عارف انك زعلانه مني، بس والله العظيم كان غصب عني. انت ما شفتيش كانوا بيضغطوا عليا ازاي؟ وخلاص يا حبيبتي، اهو انا بصلح كل حاجه. خليها عليك المره دي وسامحيني واديني فرصه نبدا سوا من جديد. ولو مش علشاني، علشان خاطر ابننا يا دارين. اهلي زعلانين مني يا سلطان، ودي حاجه مضايقاني جدا. مع الوقت كل حاجه هتتحل وهيسامحوكي. يلا بقى قومي، انا بجد ما بقتش طايق البيت ده ولا البلد كلها. سمعت كلامه وقامت ورتبت شنطتها ومشي هما الاتنين. ومع الوقت قدر يخليها تسامحه، واثبت لها فعلا ان هو بيحبها ومستعد يخسر الدنيا كلها علشانها. وصلحت علاقتها باهلها. وفي يوم كانت في بيت اهلها، هو اخدت بنتها لعمرها شهور وكانت خارجه، وقال لها صبحي اللي كان قاعد مع فاطمه على فين يا دارين؟ رايحه بيت عمي يا بابا. نعم، وايه اللي هيوديكي هناك يا دارين؟ سلطان زعلان ومتضايق ان امه مش راضيه عنه. ايا كان هي غلطانه ولا لا، بس هي امه. وسلطان صلح علاقتي بيكم واعتذر لكم كلكم علشان خاطري وعلشان ابقى مرتاحه. جه دوري انا كمان احاول علشان خاطره واخليه مرتاح. ابتسم صبحي وقال جدع يا دارين، بس عزيزه مش سهله وممكن تاذيكي. بصت دارين لبنتها وقالت هتاذيني انا؟ بس مستحيل تاذي حفيدتها. انت طول عمرك بتقول يا بابا ان الدم عمره ما يبقى ميه، والا ما كانش سلطان رجع لك ارضك وصلح علاقته بيك هو وامام اخوه. طب هتروحي لوحدك يا بنتي؟ يا جماعه ما تخافوش عليا، امام هناك مستنيني وانا كلمته واتفقت معاه ان عايزه اتكلم مع مرات عمي. روحي يا دارين وخلي بالك من نفسك ومن بنتك. ابتسمت دارين وراحت فعلا لبيت عمها، وكانت قاعده عزيزه هي وعايده ومعاهم امام اللي بص لامه بقلق وقال سلطان لسه في البلد يا امي، انا كلمته زمانه جاي في الطريق. عزيزه بحزن انا لا عايزاه ولا عايزه اشوفه. راح ورمى نفسه في حضن بنت صبحي وعياله واشتلى غضبي عليه. طب ما انت حرماه من دخول بيت ابويا ست الكل. والله سلطان طيب، وكل الحكايه ان احنا مش عايزين نظلم يا امي. اعترفي انك غلطانه وانك عايشتينا سنين في وهم ان لينا حق عند عمي وعملتي عداوه بينا واحنا اصلا ملناش حق. الباب خبط في الوقت ده وراحت فتحت الشغاله ودخلت دارين وهي شايله بنتها. واول ما شافتها عزيزه زعقت فيها وقالت انت ايه اللي جابك هنا يا بنت صبحي؟ امشي اطلعي بره. دارين بهدوء حاضر، هطلع بس بعد ما تشوفي حفيدتك يا مرات عمي وتاخديها في حضنك. ايمان بخبز طلع نسخه منك يا امي، ده حتى سموها على اسمك. عزيزه بتوتر وهي بتبص للطفله سميتوها على اسمي ليه؟ مش انا الشريره اللي عملت عداوه بينكم؟ مش انا اللي سميتها، ده سلطان هو اللي سماها عزيزه. وانا بقول لها يا زيزي سلطان مهما حصل بيحبك يا مرات عمي وملوش غيرك، هو دايما متضايق وزعلان بسبب ان انت مش راضيه عنه. عزيزه بحزن ما هو انت السبب، ابني كان تحت طوعي وبيسمع كلامي وانت اللي عوجتي عليا. لو انا فعلا كده كنت هاجي دلوقتي علشان اصلح علاقته بيكي
بس أنا بحب سلطان وعايزاه مرتاح، وأكيد أنت كمان بتحبي ابنك أكتر مني. لا لا لا، أمي من زمان ما بتحبش سلطان. بصت له عزيزة بحدة وقالت: اخرس يا إمام، يعلم ربنا ما عنديش في الدنيا كلها أغلى منك أنت وأخوك. قربت من دارين وأخدت منها الطفلة وبصت لها بدموع وقالت: مش بس على اسمي، وكمان شبهي. شبه مين؟ شبه أنا يا بنت صبحي. أيوة طبعا، عزيزة طلع نسخة من جدتها. أيوة حصل فعلا. عايدة بغيظ: بس في الآخر بنت، أنا اللي خلفت رجالة وعندي بدل الولد 3. ربنا يخليهم لك يا عايدة، وربنا يرزقك وتيجي بنت وقتها تعرفي إن مفيش فرق بين البنت والولد، هو إن ولادكم كلهم هيبقوا نفس الغلاوة. دخل سلطان في الوقت ده وبص لدارين بحدة وقال: انت بتعملي ايه هنا؟ بتخرجي من ورايا ليه؟ جابت لي حفيدتي علشان اشوفها، ما غلطتش في حاجه مراتك علشان تزعق لها يا سي سلطان. ابتسم امام هو ودارين، وسلطان قال: انت بتتكلمي جد يا امي؟ يعني عزيزه بهدوء: تجيب حاجاتك انت ومراتك وتقعدوا فوق في اوضتك لما تيجي البلد تاني، وما تقعدش غير في بيت ابوك، وحفيدتي ما تقعدش غير في حضن جدتها. قرب سلطان من امه وبس ايديها وقال: ربنا يخليكي ليا يا ست الكل، وما يحرمنيش منك ابدا. وادت عزيزة الطفلة لدارين وقالت: وزي ما بدأت بالمعروف يا مرات ابني، أنا كمان هعمل بأصلي وهروح لأبوكي وأعتذر له على اللي عملته زمان. أمي أنت كويسة؟ أنت في وعيك يعني؟ أيوة في وعي، المهم عند راحتكم وسعادتكم، ومادام صالحتوا عمكم أنا كمان هصلح علاقتي بيه. طلعتوا أقل مني وأحسن مني انتوا الاتنين. وفعلا راحت عزيزة واعتذرت لصبحي واتحلت المشاكل اللي بين العيلتين. وبالليل في بيت سلطان وفي أوضته كانت دارين بتنيم بنتهم، وسلطان بص لها بهدوء وابتسم وقال: دارين اسكت خالص، انا مصدقت انها نامت. يا بت عايزه اتكلم معاك شويه. راحت دارين قعدت جنبه وقالت: اديني سامعاك، خير ان شاء الله. مسك ايديها وبسها وقال: ربنا يخليك ليا، هو انت كمان يا حبيبي. بس ايه مناسبة الكلام الحلو ده؟ يا بنتي يعني انا ما بقولش كلام حلو في العادي، بس علشان اللي عملتيه النهارده انت تستاهلي كل الكلام الحلو اللي في الدنيا. بصراحة كده ما كنتش اتوقع ان امك هترضى عليا بالسهولة دي، علشان الحق معانا وعلشان هي غلطانة. ام ذكية عملت اللي عملته النهارده علشان محدش يفتح الموضوع معاها ويقولوا لها ان الحاج صبحي احسن منك، فاهمة؟ ضحكت دارين وقالت: فاهم انت امك كويس قوي، بس الحمد لله الموضوع عدى على خير وبقينا كلنا عيلة واحدة. تفتكري يا دارين لو ما كنتش حبيتك كان هيحصل ايه؟ ولا حاجة، كان زماني متطلقة وعايشة في بيت ابويا ومعايا بنتي وانت معادي ابويا واخواتي، وكانت حياتنا هتبقى وحشة قوي. بس حبك ليا هو اللي مخلي كل حاجة حلوة. حضن سلطان وقال: ربنا يخليكي ليا يا ست البنات، ويكملوا حياتهم بكل سعادة وحب. وفي النهاية انتصر حبهم لبعض قدام كل المشاكل اللي كانت بينهم. وبكده تبقى خلصت قصتنا. أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك حلو زيكم وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات. يا أحلى أمارات.